لازم تتعالج فورًا قبل ما تعمل مشاكل. الحصوة، حصوة الجهاز البولي دي ممكن تكون زي ما بنقول القاتل الساكن، بمعنى إن هي ممكن في بعض الأحيان بتبقى في حصوات بتتكوّن في الجهاز البولي في أماكن ممكن ما تعملش أعراض شديدة أوي زي المغص الكلوي اللي اتكلمنا عليه قبل كده، بس في نفس الوقت بتعمل مشاكل، وممكن المشاكل دي تؤدي لفقدان كلية أو إحدى الكليتين في حالة وجود حصوات كتيرة ومتعددة بالجهاز البولي على الجانبين، في الكلية اليمين والكلية الشمال. لو الحصوة كانت موجودة في مكان ساكن جوه الكلية ممكن تأثر على نسيج الكلية بالتدريج سواء بالالتهابات أو بضغطها على الدورة الدموية وحدوث ضمور في أنسجة الكلى. لو الموضوع موجود على الناحيتين في الحالب ده ممكن يؤدي لفشل كلوي لا قدر الله، ممكن يكون حاد أو ممكن يكون مزمن على حسب وقت وفترة تشخيص الحالة. لذلك وجود الحصوات بيستدعي دايما التدخل، سواء تدخل دوائي أو تدخل بتفتيت أو بعملية. المهم إن مفيش حصوات جوه الجهاز البولي تتساب دون متابعة لصيقة مع استشاري جراحة المسالك البولية.